أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. هنبدأ في الوحدة الثالثة نتكلم عن النظم البيئية في قارة أفريقيا. إحنا هنتكلم عن إيه؟ يا مستر؟ النظم البيئية الموجودة في قارة أفريقيا. طيب دي الوحدة الثالثة وده عنوان الوحدة. خلينا نمشي كده مع بعض. هنلاقي الدرس الأول بيتكلم عن نظام الغابات في أفريقيا. هنتكلم عن الغابات المدارية المطيرة وغابات البحر المتوسط. طيب والدرس الثاني بيتكلم عن نظام الحشائش الحارة والمعتدلة والصحاري الحارة في قارة أفريقيا. والدرس الثالث يتكلم عن النظم البيئية المائية في قارة أفريقيا. طيب نبدأ كده مع بعض عن نظم الغابات في أفريقيا اللي هو الدرس الأول. هنتكلم عن الغابات المدارية المطيرة وغابات البحر المتوسط. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس، واي حاجه تطلبها تقدر حضرتك تكلمنا في التعليقات او تبعت لنا على رقم الواتس اللي هو 0111 6921 647. هنبدا مع بعض نتكلم عن نظم الغابات في قاره افريقيا. في الدرس ده هتكلم عن ايه؟ النظام البيئي، واعرف يعني ايه نظام بيئي. طيب هتكلم عن النظم البيئيه في قاره افريقيا، ونظم الغابات المداريه المطيره اللي هي الاستوائيه، ونظم غابات البحر المتوسط. بعدين هتكلم عن اخطار بتواجه نظم الغابات في قاره افريقيا. تمام؟ نبدا كده مع بعض باذن الله. في مقدمه كده بتقول: خلق الله الانسان وخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان والأرض وما عليها بنظام محكم ودقيق، وسخرها للإنسان تستمر الحياة على كوكب الأرض من خلال سلسلة من التحولات والتفاعلات بين عناصر مكونات النظام البيئي. إيه المقصود بالنظام البيئي؟ المقصود بالنظام البيئي يمثل النظام البيئي منطقة جغرافية متكاملة تضم مكونات حية، ادي رقم واحد. مكونات غير حية، ادي رقم اثنين. كلهم مع بعض بيتفاعلوا مع بعضهم وفق نظام دقيق للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الحياة. تبقى هو النظام البيئي يتكون من كائنات حية أو مكونات حية ومكونات غير حية تتفاعل مع بعضها البعض. الصورة دي هتوضح لنا ازاي المكونات الحية والكائنات الحية. عندي المكونات الحية: النبات، الحيوان، والكائنات الدقيقة. مكونات غير حية: المياه، التربة، والصخور. طيب يعني ايه مكونات حية وكائنات حية؟ يعني بتاكل وبتشرب، فيها حياة. ايه الكائنات الدقيقة؟ الحيوان، النبات. طيب يعني ايه مكونات غير حيه ما فيهاش حياه؟ لا بتاكل ولا تشرب: الصخور، التربه، الماء. مكونات النظام البيئي. ادي مكونات النظام البيئي عندنا يتكون من مكونات حيه: نباتات، حيوانات، كائنات الدقيقه زي الفطريات وزي البكتيريا. طيب مكونات غير حيه: عناصر المناخ، حراره، رطوبه، رياح، امطار، المياه، التضاريس، والتربه وغيرها. خلينا كده نكمل مع بعض ونقول انواع النظم البيئيه. انواع النظم البيئيه تنقسم الى نظم ارضيه بريه، ونظم مائيه، ونظم بشريه. نظم ارضيه بريه مثل الغابات، الحشائش، الصحاري. طيب النظم المائيه مثل النظم البيئيه للمياه العذبه والنظم البيئيه للمياه المالحه. طب النظم البشريه زي المناطق العمرانيه والاراضي الزراعيه. تتفاوت يعني تختلف حجم النظم البيئيه في العالم. في بيئه صغيره زي بركه الماء، نظم بيئه كبيره زي نظم الغابات المداريه المطيره.
الغلاف الحيوي هو أكبر النظم المائية، أكبر نظام في النظم المائية هو الغلاف الحيوي. خلق الله كافة النظم البيئية في حالة توازن واستقرار، ولكن قد يحدث اختلال النظام البيئي لأسباب طبيعية وأسباب بشرية. طيب ايه سبب الاختلال النظام البيئي الاسباب الطبيعيه؟ زلزال بيموت كائنات حيه ومكونات بيكسر وبيقلب. طيب ثورات بركانيه نفس النظام، اعاصير، هواء شديد ومياه وهواء. طيب حرائق طبيعيه، كل ده يعتبر اسباب طبيعيه. ايه الاسباب البشريه؟ ازاله الغابات، ناس بتروح تقطع في الغابات، حروب زي الحروب اللي عندنا دلوقتي بين اسرائيل وغزه. طيب الرعي الجائر، هذه برضه اسباب بشريه. طيب استخدام المواد الكيماويه والمبيدات الحشريه بكثره يؤدي الى تلوث البيئه. طيب هل اسباب التوازن البيئي؟ ايه المقصود بالتوازن البيئي؟ حاله من الاستقرار تحت تساخر النظام البيئي عبر التفاعل بين المكونات الحيه وغير الحيه، مما يمنع حدوث تغيرات جذريه وغير طبيعيه. توازن بيئي، التوازن البيئي تبقى استقرار داخل النظام البيئي. النظم البيئية زي الغابات، الحشائش، الصحاري. الغابات عندي غابات مدارية مطيرة اللي هي السوائية، غابات البحر المتوسط ودي اللي هناخدها في الدرس ده. حشائش عندي حشائش السافانا وحشائش الفيس. والصحاري الصحاري الحارة. والنظم البيئية المائية، في النظم البيئية المائية العذبة واللي بيقوم منها النظم النهرية، النظم البحرية العذبة، نظم الأراضي الرطبة. طيب وللمياه المالحة في المنجروف والشعاب المرجانية ونظم الأراضي الرطبة. نبدأ كده مع بعض في التدريب ده. يتكون النظام البيئي من مكونات حية ومكونات غير حية. يتفاوت حجم النظم البيئية في العالم، فمنها النظم البيئية صغيرة المساحة مثل بحيرة أو بركة مياه، وأخرى كبيرة المساحة زي الغابات المدنية المطيرة. ويعد طبعا أكبرها مين؟ الغلاف الحيوي أكبرها. تنقسم النظم البيئية إلى النظم البشرية والنظم البيئية والنظم البشرية والعمرانية والأراضي الزراعية. طيب من عناصر المناخ الحرارة والرطوبة والضغط الجوي ومعانا الرياح. بما تفسر قناة حدوث اختلال النظام البيئي في منطقة ما بسبب العوامل الطبيعية واذكرها اللي هي زلازل براكين الأعاصير والحرائق الطبيعية والعوامل البشرية. وبرضه أقول عليها اذكرها اللي هي قطع الغابات والصيد الجائر وغيرها من النظم. نبدأ كده نظم الغابات في أفريقيا. إيه المقصود بالغابة؟ يعني إيه غابة؟ مساحة من الأرض تزيد عن 5000 متر مربع، تنمو فيها أشجار بأطوال لا تقل عن 5 متر. من نظم الغابات في أفريقيا نظم الغابات المدنية المطيرة دي السوائية، نظم غابات البحر المتوسط ودي هنعرف كل واحدة منها بشيء من التفصيل. نبدأ كده بسم الله. نظم الغابات المدنية المطيرة الاستوائية. يعد نظام الغابات المدنية المطيرة من أكثر النظم البيئية تنوعًا، بما تفسر لأنه غني بالتنوع الحيوي، حيث يحتوي على آلاف من الأنواع من النباتات والحيوانات. طب إيه الموقع الفلكي؟ الموقع الفلكي بياخد من 10 شمال و10 جنوب. شمال وجنوب دايرة عرض الاستواء. طب بيشمل إيه بقى؟ يعتبر موقع جغرافي اللي هنيجي نتكلم عنه دلوقتي. شمال حوض نهر الكونغو، وسط القارة وساحل غانا غرب القارة. هنكتبها كده على الخريطة وهي الخريطة معانا.
طيب ويوجد في بعض المناطق البعيده نسبيا عن دلتا النسوان كما في الجزء الشرقي من جزيره مدغشقر. فين يا استاذ؟ هنمشي بعد كده تعرض النسوان دي رقمها صفر. طيب فوقيها وتحتيها لحد 10. طيب قلنا في أنهي منطقه؟ حوض نهر الكونغو. المنطقه دي مع الكونغو وساحل غانا. المنطقه دي هتديك منطقه على بعضيها. وفي الجزء الشرقي من جزيره مدغشقر الجزء ده بس، اما الجزء الغربي لا. ايه الخصائص المناخيه؟ يتسم بايه؟ اول حاجه عندي مطر خفيف. المطر خفيف طول العام، في حال امطار طول العام. ارتفاع درجه الحراره طول العام. ما النتيجه المترتبه على ارتفاع درجه الحراره طول العام؟ انخفاض المدى الحراري السنوي وبرضه اليوم. طب يعني ايه مدى حراري سنوي منخفض قليل؟ الفرق بين متوسط درجه الحراره بالنسبه لاعلى شهور السنه وادنى شهور السنه. يعني لو اعلى درجه في اعلى شهر في السنه كانت 50 واقل درجه في السنه كانت هتكون مثلا 40، تبقى لو طرحناهم من بعض ايه الفرق 10، الفرق يكون قليل، ده المدى الحراري السنوي قليل. طيب انخفاض الضغط الجوي. ليه يا استاذ الضغط الجوي منخفض؟ الهواء بيطلع لاعلى بسبب ان الميه بتسخن الهواء، ان الشمس بتسخن الهواء فبيرتفع الهواء لاعلى وسكون حركه الرياح نسبيا. ارتفاع الرطوبه النسبيه. ايه السبب بما تفسر؟ كثره التبخر بسبب ارتفاع درجه الحراره. طب اين الرطوبه النسبيه؟ نسبه كميه بخار الماء الموجود في الهواء بالنسبه لكميه بخار الماء التي يستطيع الهواء ان يحملها. الهواء الموجود وبخار الماء الموجود فيه، لو بخار الماء اكتر من الهواء مش هيقدر يتحمل الكميه دي فيزيد نسبه الرطوبه النسبيه. والعكس صحيح. عندي الخصائص النباتيه. النباتات هناك تتميز بايه؟ تتميز الغابات المداريه المطيره بلدان غابات كثيفه الاشجار ومتشابكه الاغصان. ما النتائج المترتبه على ذلك؟ منع وصول الضوء الى ارض الغابه، ولذلك تكثر النباتات المتسلقه والطفيليه. تعرفوا كده على الغابه قافله من فوق. ها، قافله من فوق. تبقى توجد الغابات ايه؟ المتسلقه والطفيليه اللي هي بتلف كده على الاشجار وتطلع فوق عشان تشوف الشمس وتتغذى على الضوء. طب اهم الاشجار هناك المهوجني، الابانوس، المطاط، الكاكاو، الموز، المبنى. دي كلها اشجار موجوده في الغابات المداريه المطيره. طيب ايه الحيوانات اللي موجوده هناك؟ في نمور، في قرود، في تماسيح، في نمل ابيض بيتغذى على الاشجار، في افاعي، تعابين. يقول لك بالليل ما فيهاش بقى فيه، ما فيهاش حيوانات ضخمه يعني اكله العشب، افيال، زرافه. بسبب صعوبه الحركه بين اشجار الغابه. الغابه مقفوله، تبقى الفيل مش عارف يتحرك او الزرافه ما تعرفش تمشي في هذه المنطقه. نكمل مع بعض كده. التربه هناك هي تربه يا استاذ الارض هناك ومعظمها لونها احمر لانها غنيه باكسيد الحديد الحمراء. طب هي فقيره في الاملاح المعدنيه القابله للذوبان. ليه فقيره في الاملاح؟ الامطار شغاله في اي ملح فيها بيدوب، ورغم ذلك تنمو النباتات والاشجار الكثيفه في تربه نظام الغابات المداريه المطيره. يقول لي بما تفسر؟ اذكر السبب. بسبب غزاره الامطار وارتفاع درجه الحراره اللي بيساعد على سرعه التفاعلات الكيميائيه وتحلل المواد العضويه. تبقى بالرغم ان التربه هناك ما فيهاش املاح معدنيه الا ان فيها اشجار كثيفه. السبب المطر غزير وارتفاع درجه الحراره وبيحصل تفاعلات وتحلل المواد العضويه، ده كله بيؤدي الى نمو الغابات المداريه المطيره والاشجار. طيب اهميه نظام الغابات المداريه المطيره ايه اهميتها؟ لا اهميه اقتصاديه. بما تفسر القيمه الاقتصاديه لاشجار الغابه التي تعد مصدر للعديد من المواد الخام حيث تدخل في عدة صناعات مثل الصناعات الخشبية والمطاط وصناعة الأدوية. مصدر مهم للغذاء والوقود لعدد كبير من السكان. لها أهمية سياحية كبيرة لأنها مقصد لعدد كبير من السائحين. لها أهمية بيئية كبيرة لأنها تحافظ على التوازن البيئي وتعمل على تحقيق البيئة من التلوث. طيب
تشير الدراسات الحديثة أن غابات حوض نهر الكونغو بأفريقيا تمتثل انبعاثات الكربون بكمية أكبر من الكمية الصادرة عن قارة أفريقيا بأكملها، كما تنتج كمية كبيرة من الأكسجين. تبقى خلي بالك في أهمية الغابات المدنية، لو قال أهميتها وسكت أو الأهمية الاقتصادية. طيب لو قال أهمية سياحية وسكت اقول له مقصد لعدد كبير من السائحين. لو الاهميه بيئيه يبقى اقول الاهميه تحافظ على التوازن البيئي وتعمل على تنقية البيئه من التلوث. لكن لو قال لها اهميه وصفه يبقى اقول الثلاثه دول: الاهميه الاقتصاديه والاهميه السياحيه والاهميه البيئيه. تمام. خش كده على التدريب ده مع بعض ونشوف. التدريب بيقول ايه؟ اول سؤال: بسم الله. يعد نظام الغابات المدنيه المطيره من اكثر النظم البيئيه تنوعا. صح ولا غلط؟ صح. طيب يرتفع المدى الحراري السنوي في نظام الغابات المدنيه؟ غلط. ينخفض المدى الحراري او يقل المدى الحراري. طيب كيف تفسر انخفاض الضغط الجوي في نظم الغابات المدنيه المطيره؟ ليه الضغط الجوي منخفض؟ بسبب ارتفاع درجه الحراره، ماشي، وصعود الهواء لاعلى، تمام، فينخفض الضغط الجوي. الاهميه البيئيه للغابات حوض الكونغو: تمتص غاز ثاني اكسيد الكربون وتعمل على تنقية الهواء من الملوثات. ما النتيجة المترتبة على كثرة التبخر في نظم الغابات المدنية المطيرة؟ تزداد الرطوبة النسبية، كثافة الأشجار وتشابكها في نظم الغابات المدنية المطيرة في أفريقيا. من النتيجة المترتبة على الأشجار هناك متشابكة؟ يصعب أن تعيش فيها الحيوانات الضخمة آكلة العشب، ووجود النباتات المتسلقة. سرعة التفاعلات الكيميائية وتحلل المواد العضوية في نظام الغابات المدنية: نمو الأشجار الضخمة بكثافة. تاخد بعد كده نظم غابات البحر المتوسط. يوجد في المناطق ذات المناخ البحر، مناطق البحر المتوسط، الموقع الفلكي بتاخد من 30 ل 45. طيب المناطق الواقعة على الساحل الشمال غربي لقارة افريقيا على ساحل البحر المتوسط، ومنطقة الكاف اقصى جنوب غرب القارة. نظم غابات البحر المتوسط في كل دول العالم وفي كل القارات واخد من 30 ل 45 على سواحل البحر المتوسط في السواحل الغربية للقارة. وهنشوف كده في الخريطة بتاعتنا. الخصائص المناخية: يتميز غابات البحر المتوسط ب: أول حاجة صيف حار وجاف، تبقى الصيف مفيهوش أمطار، شتاء دافئ معتدل ممطر، ولذلك في عهد الشتاء فصل النمو الحقيقي للنباتات. تمام. بصفة عامة تخيل كمية الأمطار الساقطة على ساحل البحر المتوسط في قارة أفريقيا كلما اتجهنا شرقا. هنا الأمطار بتيجي كلما اتجهت شرق وبتزيد كلما اتجهت غرب. طيب غابات البحر المتوسط اهو موجود على ايه؟ ساحل البحر المتوسط. وموجوده فين؟ في منطقه الكاب في الجنوب اهو. طيب الخصائص النباتيه: تتسم اشجار غابات البحر المتوسط بانها متوسطه الى قصيره الطول من 5 الى 20 متر. ادي اشجار غابات البحر المتوسط اهي قدامك. طيب هي دائمة الخضرة طول العام بما تفسر لأنها تتكيف مع الظروف المناخية من خلال جذورها العميقة، تمام؟
وأوراقها صغيرة الحجم، مغطاة بطبقة شمعية لتقليل الفقر بالناتج. من أشهر أشجارها الأرز، الصنوبر، البلوط، الفلين. طب الحيوانات الموجودة هناك والعالم هناك، عند الحيوانات الموجودة الأغنام، الماعز، الثعالب، الذئاب، القوارض زي الفئران والسناجب، الطيور زي النمس. طيب التربة. التربة عندي تتسم تربة غابات البحر المتوسط بتعدد ألوانها ما بين الأحمر والبني والأسود، طبعا لمكوناتها المعدنية والعضوية وظروف تكوينها. هي بشكل عام تربة خصبة صالحة للزراعة. أهمية نظم غابات البحر المتوسط. قلنا لها أهمية اقتصادية، السبب مصدر غذاء من حيث إنتاج الزيتون والموالح والعنب والتين، مصدر رئيسي للنباتات العطرية اللي هي البرفانات، والطبية العناب يربى عليها الأغنام والماعز. ولها أهمية سياحية، تعد مناطق للاستجمام والسياحة البيئية والصيد. لها أهمية بيئية، تساعد في امتصاص كمية كبيرة من الكربون وبتطلع الأكسجين وبتؤدي إلى جودة الهواء. لون التربة بيختلف طبعا لمكوناته. لو تربة سوداء لارتفاع نسبة المواد العضوية المتحللة. لو تربة حمراء غنية بأكسيد الحديد. لو تربة بنية فيها المواد العضوية الغير مكتملة التحلل. لو تربة بيضاء ترتفع بها نسبة السيليكا والمواد الكيرية. خلينا نكمل كده الأخطار اللي بتواجه نظم الغابات في قارة أفريقيا. عند النقطة دي كده نقف، وإن شاء الله بإذن الله هنكمل المرة الجاية. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.